كل سنة وانتم طيبين. لو أول مرة تشوفوني أنا نسمة عباس. عملنا مع بعض امبارح بزيفور الفاخر، والنهاردة إن شاء الله هنعمل بسكويت الزبدة، وهقول لكم سر اللون وإزاي يطلع معاكي مظبوط من أول مرة. بس بالله عليكي اعملي لايك للفيديو واشتركي في القناة عشان الفيديو يترفع وناس كتير تستفيد. وأنا كل يوم إن شاء الله هنزل لكم فيديو لوصفات نواعم العيد، وإن شاء الله تعجبكم بإذن الله. وإن شاء الله بكرة هننزل البسكويت الفلاحي بالنشادر، اقتصادي جدا. بس النهارده هنعمل بسكويت الحلو، بسكويت الزبده، وهقول لك سر اللون والجمال اللي انت شايفاه ده. شايفه وهش جدا، حلو خالص، مظبوط، يعني جدا جدا جدا، كاني جايباه من بره. انا معايا هنا 650 جرام بالظبط من الزبده. سر ان البسكويت والبيدي فور يطلعوا مظبوطين هو الميزان. دول 650 جرام من الزبده البارده، بس انا طلعتها طريت شويه عشان اعرف اضربها بالمضرب. دي زبدة فرن على فكرة، تقدري تستعملي زبدة نيوزيلندي. ودول 300 جرام من السكر البودر، وانا نخلاه عشان لو في اي تكتلات كده، عشان ما تضايقنيش في الضرب. هضرب بقى الزبدة والسكر مع بعض لحد ما الزبدة لونها يفتحها خالص معايا. ده سر ان البسكويت يطلع معاكي هش وناعم كده وحلو. بصي هفضل اضرب فيها حوالي 10 دقايق كده على سرعة عالية لحد ما لونها يفتح وترتفع معايا، انتي حسيتي ان هي زادت كده معاكي في البولة. بس هنزل معايا بقى دلوقتي بالبيض. على فكرة انا عاملة هنا مقدار نص كيلو، عشان محدش يقول انا حاطة ليه بيض قليل. انا هحط هنا على الكيلو الدقيق 4 بيضات كبار، او 5 بيضات صغيرين. تمام، 4 بيضات كبار او 5 بيضات صغيرين. تمام. انا حاطة هنا على نص كيلو كنت 3 بيضات صغيرين. ما تستعملوش بيض ابيض ولا بيض بلدي عشان الزفاره. وانا هسيب لكم المقادير ان شاء الله في اول كومنت مثبت تحت الفيديو. هفضل اضرب مع بعض بقى البيض بيضه بيضه كده زي ما انتم تشوفوا لحد ما يختفي كده. وهزود بعد كده الفانيليا. انا حطيت معلقه صغيره من الفانيليا. هنا بقى كيلو الدقيق هحط عليه معلقتين كبار من اللبن البودر. ده بيدي لون وطعم حلو للبسكويت، بس مش ده سر اللون، يعني حتى لو شلتيها مش هتفرق قوي معاكي في لون البسكويت. في خطوة تانية هي اللي بتفرق جدا في لون البسكويت. احنا بقى هنا هنلم العجينة مش هنعجنها. البسكويت والبيتي فور اي حاجة من كحك العيد وكحك العيد وكل الحاجات دي مش بتتعجن، بتتلم. بصوا انا لميتها اهي، هبتدي احطها في الكيس اللي معايا. عايزة احطها في المكنة بقى، هزود معلقتين 3 كده من الدقيق لحد ما تلم معايا عشان ما تلزقش معايا في المكنة. لكن هي دي عجينة للكيس، المقادير دي، وتقدري تحوليها زي ما انا قلت لك للمكنه بمنتهى السهوله. شايفين عجينه حلوه ازاي؟ انا بضرب واشكل على طول، وبعد كده احط في التلاجة عشان تبقى سهله معايا في التشكيل، لان لو حطيتيها في التلاجة هتيجي تنزليها من الكيس هتبقى صعبه قوي عليكي. خلصت الصينيه اهو، احطها على طول في التلاجة. تمام. دي اهم خطوه هتحافظ على شكل البسكوته معاكي، هتطلع من الفرن حلوه ومظبوطه والنقشه تفضل فيها. بصوا بتنزل اهي بمنتهى السهوله. حاولي بقى انت ايدك تبقى مظبوطه عني وتخلي البسكويت كله بطول واحد. انا هخلص الصينيه دي هحطها على طول على الايه، هحطها في التلاجة لحد ما ايه تتمسك شويه. تمام، عشان هي طبيعي ساحت في ايدي. هكون في الاثناء دي انا مشغله الفرن من اول ما ابتديت اقول انا هعمل بسكويت على درجه حراره 160. تمام. هندخله نديله اول تسويه على 160 لمده 7 دقايق بس، 7 دقايق بس. هيبتدي يديكي لون، انا هوريهولك دلوقتي في ايدي، مش متساوي. مش هيدي اللون اللي انت شفتيه في اول فيديو، هيدي اللون ده، شايفاه؟ انا بروح عامله ايه بقى، بسوي الصواني كلها اللي عندي. تمام، عشان ما يعطلنيش، ما انا اصلا هعلي واوطي في الفرن هيعطلني. فهدي اول تسويه لمده 7 دقايق ياخد اللون ده كده، وهطلعه. وبعدين هجمع الصواني كلها، خلاص بقى مش هتنفش تاني، هجمعهم في صاج واحد. كذا صاج بقى، انت شوفي على قد الكميه اللي انت عاملاها، وهنلزقهم جنب بعض كده وادخلهم الفرن على درجة حرارة 150 او 140. تمام، على حسب فرنك، على اهدى درجة حرارة. تمام، عشان ياخد لون موحد وفي نفس الوقت ما يتحرقش معايا. الطريقة دي ناجحة جدا 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 في التسوية. احسن طريقة تسوي بيها البسكويت ان انت تسويه على مرحلتين.
مش هينفع تسويه على مرحلة واحدة، مش هيديك اللون الحلو اللي انت شفتيه في اول الفيديو. شايفين فرق اللون ما بين هنا وهنا؟ بصوا قد ايه التسوية مظبوطة. في الاول بنحطه على درجة حرارة 160 ياخد لون كلهم من الحروف، ونطلعهم لمدة 7 دقايق، وبعد كده نطلعهم كلهم ونحطهم جنب بعض في صاج واحد، وندخلهم فرن متسخن على درجة حرارة 150 140 بالكتير قوي، وندخلهم ياخدوا بقى اللون الحلو اللي انت شايفاه ده بس، ويبردوا وهيبقوا بالجمال ده.